وحسيت ان عندي سوبر باور كده. اول حد يخليني اصلا اعمل حاجه اسمها سد حنك كان جده. جده كان شخصيه جاده جدا جدا، وكان في الجيش، فكان صارم جدا جدا ويعني دغري كده. بس كنا احنا متصاحبين على بعض قوي، وكان لنا علاقه مميزه جدا. وكان بيحب مامته جدا، متعلق بيها، وكان بيحكي لي عنها كتير، ماما زيد. كان دايما بيحكي لي ان هو في الشتاء تملي بتعمل لهم ارميك. انا مش فاهمه ايه هو ارميك ده. بس كان بيحكي ان لما تيجي تعمله وتحمره على النار وريحته بتملى البيت كله، وبعدين تروح حاطه فيه المكسرات وحطاه كده في المعلقه وقلبها في الطبق، حطاه في المعلقه وقلبها في الطبق. وانا بسمع كأن يعني بسمع ان الترام ومحطه الرمل وكل الحاجات اللي انا بسمع عنها. بس في مره من المرات كان جدتي ربنا توفاها، وجده كان مكتئب جدا 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 بعدها، وانا كنت عايزه اعمل له حاجه تبسطه. فروحت جايبه كتاب ابله النظيره بتاع جدتي اللي انا ورثته منها، وبدور فيه بدور فيه. لقيت مكتوب فيه الارميك. وانا بقرا الوصفه مكتوب بقى بالرطل والوقه والوقيه، وانا طبعا بالنسبه لي الحاجات دي يعني ما اندثرت. فقعدت عملت كونفرجن، ترجمت كل التحويلات، لقيتها وصفه سد الحنك. من الارميك ده هو سد الحنك، بس الارميك دي الكلمه التركي بتاعته. فقررت اعمله له بقى، وجبت الدقيق وقعدت بقى بحمره في المطبخ. جالي وتحول الى طفل، عينه مفتحه جدا، واحد بيتنطط. قولي هو ده، هو ده بالظبط، نفس الريحه بالظبط. he was so excited, he was so damn excited. وبس حطيته كده بالمعلقه، خلاص كان هيعيط بجد، كان هيعيط. وحسيت ان انا معايا، حسيت ان انا معايا تايم ماشين، انا معايا كده عصايه سحريه ممكن ارجع بيها الناس الاوقات اللي كانوا مبسوطين فيها. وحسيت ان عندي سوبر باور كده.